ازيكم يا احلى اخوات في الدنيا؟ كل سنة وانتم طيبين وبالعيد فرحانين ومتهنيين يا رب. طبعا كلنا فرشنا شققنا كل سنة واحنا طيبين. انا بقى بوريكم فرش شقتي بس متأخر. هو في حد بيفرش شقته متأخر كده يا ميسو يا مسامس؟ هقولك معلش. المهم نيجي بقى ايه للستاره. كلكم في الكومنتات تعملوا لي زغاريت كتير، لا 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 لا، ومبروك يا ميسو كتير كتير كتير. يا رب يهنينا جميعا بحاجتنا وفرشنا يا رب. الستاره دي يا جماعه ما اتفرشتش بقالها 8 سنين. ايه والله، والله العظيم. اصل انا مستنيه جوزي يعمل لي المسمار، فاحب اقول لكم ان اللي مستنيه من جوزها حاجه بالظبط يا مستنيه السمنه من نمله لا هتقلي ولا هتطبخي في سنتك. والله يا حبيبتي كلنا هذا الرجل، كلنا في بيوتنا احنا كستات عندنا هذا الرجل. اللي عندها غير كده ايه تكتب لي في الكومنتات والله ربنا يخليهولك. تعالوا بقى لما اوريكم فكره ان انا ركبت الستاره ازاي. احنا الاول ركبناها من ايه، من جوه. اول حاجه فيها يعني اول عقله او حاجه فيها من جوه، تمام، عشان تبقى ويفي كده او مموجه تموجتها من جوه. لكن لو جبتيها وعملتيه ودخلتي اول عقد فيها او اول حلقه من الحلقات بتاعتها لبره هتبقى عامله. بصوا بقى الغباء اللي انا فيه، غباء محكم. الستاره المفروض ان الماسوره ليها اكسسوار كده، مش ان انا اسيبه اشيله واغيره الناحيه التانيه، لا. والله ساعات احنا الستات مخنا بيقف كده، ما بنبقاش احنا ايه اللي حصل. يعني مفيش حاجة اسمها ريفريش، لا. هو عمل ستوب وابتدي اعمل له ريستارت عشان هو هنج خلاص. خلاص هو هنج وقفل ولا. رحت فك الستارة ومركباها من جديد. تمام. انا بعد معاناة على ما عملت ايه المسمار بتاعها لصمته كده بصراحة. ماشي. بصوا هنا يا كريم بينا وبعبادك يا رب. انا ما ركبتش الستاره الشيفون اللي تحت عشان انا يا دوب ملصمه الستاره دي بالعافيه، ملصمه مسمره بالعافيه. ماشي. الستاره دي يا جماعه عندي من ساعه الجواز، ما كملتش بيها اسبوع الجواز وراحت زيو وعملت ازاي يا ميسو. والله بصوا احنا لقينا فجاه في حاجه عملت بوم، في حاجه عملت تك بيم. بص لقينا الستاره نازله لنا والمواسير بيو. الحمد لله ان ما كانش في حد قاعد عشان كانت ايه نزلت عليه عورتهم. بصوا بقى وسع وسع الوحش طالع. والله انا بعاني عشان خاطر اعرف اطلع لان الكنبه مزنوقه على الاخر، وانا كمان بقيت وزن تقيل. اوعوا بقى تفكروا اني مش عارفه ايه برشاقتي وباناقتي زي ما بقعد اقول لكم، ابدا ابدا. والله انا لو رجع بيا الزمن مش هدخل الاربعينات. قعدوا يقولوا لك ادخلي الاربعين وهتبقي نضجتي وعقلك وكمل انوثتك وكمل اناقتك لا يا حبيبتي، انت تدخلي الاربعينات ومعاكي دواء الضغط، معاكي دواء السكر، معاكي التهاب الاعصاب، معاكي خشونه الرجلين، وجع المفاصل. بصي يعني كل حاجه. والله احنا ماشيين بالمسكنات، احنا ماشيين ببركه الوالدين. والله الله يرحمهم اللي كانوا بيدعوا لنا. تمام. يعني الله يعين بقى الشباب والاطفال والناس اللي طالعه الايام ايه دي. بصوا بقى بزحزح الكنبه عشان خاطر ايه، اعدل الستاره واخليها. شفتوا بقى الفكره بتاعت الموجه ان انا ادخل اول ماسوره او اول حلقه في الماسوره منها تكون من ورا كده بالعكس عشان تدي معايا التمويجه اللي من بره دي. اللي هيقولوا لي انت ليه مش ما فرشتيهاش وخليتيها بالطول البلكونه كلها، اقول لك هي ديكوريشن، ديكور. تمام. لمسه جماليه كده بتدي. ولو انا خليتها بطول البلكونه كلها، ما انا عندي ستاره على البلكونه من بره، فهتبقى قافله الدنيا معايا قوي. تمام. كمان الستاره عندي دي بقول لكم من ساعه اول ما اتجوزت، يعني انا ما غيرتهاش ما عملتش فيها حاجه. بناء عليها بقى انا الستاره دي فيها الوانات كتير كده فرايح ببعض، فيها موف، على فيها مستردة، على فيها اخضر، على جنزاري، على زيتي، على بيج، على بني، على ابيض، على فوشيا، على بيك، الوان كتير. عارفين كل قوس قزح الوان الطيف كلها انا بقى ايه فيها. فلما جيت نجدت الانتريه الجديد بقى برضو الستاره تتماشى عليه وتتماشى معاه، يعني يتماشوا كلهم مع بعض كده ويبقى فيه ماتشنج. بصوا هنا ما شاء الله تبارك الله اهو خلص. بصوا جمالها، اللهم بارك اللهم بارك. والله تسلم ايدينا. صدقوني يعني بجد الحاجات التاتش الصغيره دي او اللمسات الصغيره دي
بتفرق جدا جدا جدا. والله ادتنا راحه نفسيه. المهم لما اقول لكم واحكي لكم على بلوتي اللي حصلت لي. بصوا، يعني ايه كلكم تقولوا لي قلبنا معاكي كده، وهل عندكم نفس اللي عندي ولا لا؟ الغالي ابو عيالي الحاج صاحب البيت سي الاستاذ منصور. تمام. انا خلصت الشقه امتى؟ يوم التلات، والحمد لله كانت 100 فل و14 قبل المغرب. يعني كانت خطيره كده، ورا العصر كنا تمام. وقعدت وريحت وقلت بس هستحمى بيني وبينكم حمايه العيد، وهنضف كده واحط نفسي تحت الميه ام فلتر وانزل جلخ السنين. بس فكركم انا انزل جلخ السنين؟ والله لحد ما بنتج لكم المونتاج لحد الان واحنا ليله العيد، والساعه الان 8:30 ليله العيد، ماشي، ما كنتش نزلت ولا جلخ سنين ولا جلخ اي حاجه، لاني قاعده مهمده. تمام، الحمد لله. ايه اللي حصل يا ميسو يا مساميسو؟ نزلت رحت اجيب طلبات من السوق يوم الخميس، رجعت لقيت جوزي الغالي ابو عيالي عامل جريمه. الشقة مقلوبة ومردومة تراب ومردومة حاجات ومسامير وكراكيب، اديله كله مفكك. ليه؟ الغسالة كانت الحلة بتاعتها وقعت، كانوا بيصلحوها، وراحوا جايبين المبرد كانوا بيصلحوا فيه بينضفوا فيه، والبوتاجاز كانت حصلت فيه وانا بشد وفي حاجة مني فكت الوش بتاعه كله، فكانوا بيعملوهولي. فطبعا سكت، والله ما نطقت، كل مجهودي راح على الارض. بقيت اعمل ايه؟ رجعت رتبت كل الكلام ده والله يا جماعه تاني. والله قعدت مطحونه وعملت فطار، وطلعنا لحماتي فطرنا. حماتي كمان قلقنا عليها عشان ما كانتش بترد على التليفون. خلصت هي فرشها وخلصت حاجتها، وكانت هلكت وهمدت مع الصيام مع الجو ونامت، ومش ما سمعتش التليفون، وكان عاملينه صامت ومش دريانه بيه يا عيني. الله يديها الصحه برضو، كتر الف خيرها ويعينها ويقويها ويدينا الصحه ونوصل للسن ده واحنا لسه على رجلينا. والله بجد انا بقول يا رب يا رب قويني واديني الصحه وما تحوجني لاي مخلوق واموت يا رب وانا على رجلي. لا تقل بيا حد ولا تحوجني لحد ولا تخليني تقيله على حد، وسخرني يا رب لخدمة الناس كلها. يا رب سخرنا لخدمة الناس كلها. خلصنا الانتريه بقى، جينا على اوضه النوم. بصوا هنا انا كان عندي البطانيه، انا طبقتها بس طلعت الكاميرا ما صورتش. تمام، البطانيه واللحاف والبطانيه الكبيره والدفايات غسلتهم. كل يقول لي تسلم ايديكي وحياة عينيكي. تمام. رحت عامله ايه بقى؟ غسلتهم. ليه؟ عشان احنا كانت المرتبه بتاعتنا فيها مشكله، ولما راحت تصلحها كنا فرشينهم على المله بتاعت السرير وبننام. بما ان الاماكن ضيقه عندي ماشي او صغيره، فانا هوريكي طريقه. بص انا بطبق بالطريقه دي كده عشان الحاجه تبقى حجما صغيره جدا وتاخد مساحه معايا. انا بجيب النص ده على النص ده واروح جايباهم على بعض زي ما شفتوا كده، واروح ماسكه وانا بلف بقى بشد جامد. فاهمين يعني ايه؟ بزنق على الحاجه او بقرط عليها او بشد عليها جامد او بعصب عليها جامد عشان خاطر ايه؟ تبقى مملوكه معايا وتبقى لما نفسها مش منفوش كده ولا هايش في نفسه ولا شيء ما. ماشي. ورحت وسع احشر ازنق على رأي منصور. انا متجوز عم الدفاس، والله العظيم بيقول لي كده، بيقول لي انا متجوز عم الدفاس يا مسا. انا مش عارف اعمل يا بنت الحلال ايه فيكي ولا اعمل ايه معاكي. طب قولوا لي كده، ينفع افتح شقتي على شقه امي؟ انا شقه امي معانا في نفس الشارع، رحمها الله يا وابويا. تمام. بس الحمد لله. والله ارجع اقول انا احسن من غيري. انا في ناس بتقعد تبعت لي وتسالني وتقول لي انت ازاي عايشه في مساحه الشقه دي؟ هقول لها والله يا حبيبتي انا الحمد لله لاقي 4 حيطان سترني، والله غيري ملاقي رصيف يقعد عليه. بصراحه بجد والله العظيم انا ممكن اكل لقمه من غير فراخ او لحم او سمك، طبخه كده عملنا طبيخ قرديحي زي ما بيقولوا، والله غيري بياكل من الزباله، قسما بربي وما اعبد بياكل من الزباله. فارجع اقول انا احسن من غيري، انا احسن مليون مره. المهم بقى تعالوا بقى بينا كده نفرش اوضه النوم فرش فندقي. عامه دي طريقه بقى الفرش السرير كده تفرشيها في المناسبات والاعياد بقى والحفلات الرسميه، عيد جواز، اول مقابله بينك وبين جوزك، ذكريات حلوه كده. تمام.
اعوذ بالله من كلمه، انا ما جبتش مفرش العروسه. هتقولوا لي ليه؟ هقول لكم غالي على الفاضي وتكاليف وانا اولى بيه. بس انا عندي كده اشتريت كام ملايه شكلهم لذيذ وفيهم حركات وحبشتكنات بستخدمهم. ايه، اعوذ بالله من الشيطان الرجيم. مفرش سرير ماشي. المهم الملايه البيضه اللي بيني وبينكم قدامكم دي بقى، انا اول مره في حياتي افرش. سمعوني احلى زغاريت كده. انا فرشت شقتي والله بقت شقه عروسه. المهم نيجي بقى الملايه اللي فوق دي ملايه يا جماعه، انا فرشتها بالشقلوب، فرشتها على ظهرها، يعني بقى الوش تحت والظهر هو اللي فوق لانها مش باينه. بصوا بقى هنعمل فيها ايه. هنحولها لمفرش سرير فخم جدا بجد، وهيبقى كانك فرشه سريرك فرش عروسه ليله دخلتها والله العظيم. بصوا ما شاء الله تبارك الله، عدلناه ورصيناه وظبطنا الحاجه نيجي بقى على الصاله والمطبخ في نفس ذات الوقت. بصوا هنا البوتاجاز اللي انا كنت لسه عامله لكم روتينه والله العظيم، ده بالليل كنت مخلصه، وكان فلنا شمعه منوره بشوف وشي فيه واقول لكم عاملين ايه، وفرحانه بيه. جبت طماطم ورحت محطاها بعملها صلصه ماشي، واسبكها كده على النار. الطماطم ابتدت غليت وحصل لها فوران وانا مش واخده بالي ودلدقت على البوتاجاز، عملت زي حروقه فيه والله العظيم. بيني وبينكم صدقوني ما قدرت اعمله، سبته وقلت لما اخلصك بقى، عشان عارفين انا شفت المنظر اتصدمت. اللي بيقول انا خدت الصدمه بجد، انا كده خدتها في وشي كده وخدت الصدمه. انما ايه، يا قلبي يا انا، هو ده اللي بيقولوا ايه، يا قلبي يا كتاكت يا ما انت شايف وساكت. ولكن مش مهم. المهم انتوا نسيتوا تعملوا لي اللايك. بسم الله الرحمن الرحيم. الناس اللي نسيت تعمل لنا اللايكات الجميله فينكم؟ لايكات كده وشير كده وسط اصحابكم. عايزين نتشجع مع بعض ونكبر يا احلى اخوات في الدنيا. انا ماليش الا انتوا والله العظيم، وانتوا مالكوش الا انا، يعني عشان بس نكون صالحين مع بعض. يعني احنا بنقعد كده قعده ستات ونفضفض ونرغي مع بعض، واوريكم بقى كزوراتي وزبالاتي اللي في شقتي اللي كل شويه تتكركب تتعمل وتتكركب. بالي روق. يا رب يجعل بيوتنا كلها عمار يا جماعه والله يا رب. والناس اللي بتقعد تقول هو انتوا شو يا دي الستات ما بتنظفوا غير في العيد، لا والله مش قصه تنظيف غير في العيد يا جماعه. هو كلنا بننظف في كل الاوقات وكل الايام، بس ساعات كده في ناس هو العيد بالنسبه لنا ده فرحه، مهما لسه كنتوا مروقين قبلها بيوم. وسبحان الله لازم ليله العيد دي لا الشقه تشف وترف. على رأي اللي بيتريقوا لك سبايدر مان جاي يزور ماما وفي البيت، واللي يقول لك اصل شوف امي ليله العيد ومش وقفه العيد وعماله مهلوكه. والله اللي بيتريقوا علينا دلوقتي لما تبقوا انتوا ستات وفي بيوتكم وتتجوزوا ان شاء الرحمن، احب اطمنك يا حبيبه قلبي واقول لك يا حياتي ان شاء الرحمن ان شاء الرحمن هتعملي في بيتك لما تتجوزي الكلام ده كله. تمام. هنا بقى رحت عامله ميه بكلوريكس الوان ماشي، وحطيت فيها كلوريكس الوان بس، لاني كنت بلمع الحيطان تاني، لان ان شاء الرحمن كده ربنا ييسرها ونبيضها باذن الله. قولوا لي هتبيضها ازاي؟ هقولك مش عارفه. اودي العفش فين؟ مش عارفه، بس عادي كله باذنك انت يا رب. مش انا عندي الحيطان بتتبهدل، عشان انا الحيطان كنت عاملاها اللون الفانيلا لاتيه تمام، ومع البخار والتراب ودخنت المطبخ بتبقى كل الشقه اصفرت وبقت حالها غريب بسبب البخار ماشي. انا هنا انا مش بوريكم غير اناقتي وشياكتي وجلابيتي اللي انا عماله اتحرك بيها دي. لا بس ايه رايكم بعمل لكم الروتين بالوان مبهجه للعبايات. بصوا اشي مره فسفوري ينور في الضلمه، والمره دي ازرق في اورنج خطيره. يا لهوي على شياكتي واناقتي بالله عليكم. في حد كده شيك وانيق شبه شياكتي واناقتي دي؟ مش عارف. بلبس الوان ملهاش علاقه ببعض، بس انما خطيره في قلبك كده، في قلبك والله العظيم. الحمد لله طبعا يا رب الحمد لله على نعمه الستر والصحه. هنا بقى انا كنت بعمل انا كنت يا جماعه بدي للارض مسحه خفيفه كده بتلميعه. بصوا هنا مكان الدعك اللي كنا لسه داعكينه قبلها بيوم فيها ماشي، الكلور مخلي الارض فل شمعه منوره.
طبعا سلمنا الجميل مش معقولة هنسيبه ايه كده. رحت طالعة عاملاه والله، وبعد ما عملته جت الست الله يبارك لها ويديها الصحة، عملته تاني يوم. بس كنت انا ايه ماسكاه بالكلور، دعكته بالكلور بقى. بصوا ده انتوا هتشوفوا البدع ماشي والله العظيم. خليت السلم خطير، السلم بقى بيزغرط. الناس في الشارع كانت شامه ريحه النظافه. عارفين يعني ايه شامين ريحه النظافه؟ واللي طالعين في البيت ونازلين بجد بجد يعني مش مشخره قدام حد، هي راحه نفسيه. بصوا هنا بقى بكب كلور واسيبه شويه، بكب بقى مكان اللي في الارض الصفر ده كان مكان كيس زباله ماشي، نقطه من ساعتها مش راضي يعمل. بس لا، وبعد كده ده برضو هي الحته دي كانت كده، لان بلاط البيت ده ارجع وافكركم واقول لكم ان بقاله 700 سنه على هذا البلاط ماشي. لا عيب مش مني بس، عشان اللي يشوفني يقول انت موسخه البلاط وانت عامله الدنيا وانت جيتي. لا ماشي، يعني انا ولا وسخت ولا عملت ولا جيت جنب حاجه، انا ست غلبانه طيبه ما عملتش اي شيء. بصوا بقى همسح وانضف يا خراشي بكب ميه يا ميسه، بكب ميه. ده انا منساش العيد الصغير اللي فات بعمل الترابزين او السور بتاع السلم وبكب عليه ميه كده. واحنا عندنا نجار في البيت تحت سايب خشب، نزلت الميه على الخشب عوضنا على الله. بصوا هنا بقى كانت الشرشوبه اتكسرت، العصايه بتاعتها اتكسرت، هقف ابدا. رحت ماسكه الشرشوبه وبقيت ايه اجرجر واعمل بيه. الباب بقى بتاعي بقى هنمسكه نعمله ماشي، وهلمعه كده واديله تلميعه بالبليج. بصوا يا جماعه والنبي اكتبوا لي كده في الكومنتات على حل اطلعه ازاي، اللي جوزها استرجي او حاجه يكتب لي كده. الباب عندي نزل عليه بويه لما كانوا بيبيضوا على السلم، ومش عارفه اطلعها وخايفه اعملها بليفه وميه، عشان بس الباب بتاعي يا دوبك باب ايه مخسع في نفسه، فخاف الاقيه عمل. تمام الحمد لله. نفرش بقى فرشتنا الخطيره الجميله بالوانها المبهجه. بص انا بعشق الحاجات الفرايحي دي. تمام. ونجيب بقى وحده المطبخ المنقذ بتاعي، الوحده دي انا بستخدمها وحده مطبخ، سلم اطلع عليه، كل حاجه في الطوارئ اهي. دي بقى اللي بيقولوا ايه عليها ايه منقذي، هي دي بجد ايدي ورجلي يعني صراحه. الرخامه اللي بحط عليها الاكل بس بقطع عليها، هي بصوا هي دي وحده الرخامه اللي عندي، وهي دي سلم كل حاجه في نفس ذات الوقت. وخلاص بيتنا كده بقى الحمد لله. وكل سنة وانتم بخير وصحة وسعادة يا أحلى اخوات في الدنيا. ويا رب يجعل الأيام أيام خير علينا كلنا، ويبارك لنا في صحتنا وعافيتنا وفي أولادنا وأزواجنا، ويجعلنا أزواج صالحين ويجعلهم أزواج صالحين، ويجعل ولادنا جميعا عيال صالحين، ويرزقني ويرزق كل مشتاق الذرية الصالحة السليمة يا رب.